السلام عليكم اخوتي الوداديين، ومرحبا بكم في عنوان جديد للفيديو. يهم مستقبل الوداد. هشام أيتمنى يجتمع مع ملياردير سعودي من اجل غرض مهم. بغيتكم اخوتي الوداديين ما تبخلوش عليا بجيم واشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد نتوما الاولا ان شاء الله. في خطوة جديدة بشر المرشح الأبرز لرئاسة الوداد الرياضي هشام أيتمنى في البحث عن مستشارين جدد لتدعيم الموارد المالية للفريق الأحمر، قصد الرفع من المداخل السنوية للفريق وإغناء خزينته المالية في ظل الأزمة المادية التي بات يعيشها. وأكدت مصادر خاصة لموقع تيلي سبورت أن أيتمنى باشر في فتح باب المفاوضات مع رجل أعمال سعودي يملك حصة كبيرة من شركة متخصصة في الطيران لإقناعه بوضع علامته التجارية على قميص الوداد الرياضي في منافسات القادمة، أبرزها الموندياليتو 2025 بعقد يمتد ل4 سنوات. وستستمر المناقشات بين الطرفين في انتظار التوصل لاتفاق نهائي. وتبلغ قيمة عقد الاحتضان 8 ملايير لمدة تمتد ل4 سنوات بمعدل ملياري كل سنة، سيستفيد منها المكتب المديري للوداد الرياضي مقابل تسويق المستشار الجديد لهويته البصرية على قميص الفريق خلال جميع الواجهات التي سيشارك فيها خلال الموسم الرياضي المقبل، أبرزها النسخة الجديدة من منافسات كأس العالم للأندية 2025 المقرر تنظيمها بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي حالة حصل أيتمنى على موافقة المستشار الجديد، يرتقب أن تزين أقمصة نادي القلعة الحمراء بالعلامة التجارية بداية من الموسم الرياضي المقبل، حيث سيتمكن من إنعاش خزينته بمبلغ مهم سيساهم في التخفيف من أزمته المالية التي يتخبط بها. وفي نفس الصدد من المنتظر أن يحمل قميص الوداد الرياضي شعار شركة تجارية عالمية من قبل شركة أبل الأمريكية المتخصصة في صناعة الهواتف والحواسيب والمعدات الإلكترونية الحديثة، على هامش مشاركة الجديدة للنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية 2025 التي سيخوضها بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا لسنة 2022. ويحاول المرشح الجديد للوداد الوفاء بوعده للجماهير الودادية بقيادة النادي لبر الأمان وإخراجه من مرحلة الفراغ التي تركها اعتقال رئيسه السابق سعيد الناصري، وتجاوز الأزمة التي بات يعيشها على مستوى التسيير والنتائج، وذلك من خلال البحث عن التوقيع على انتدابات متوازنة واستقطاب مدرب بشخصية قادرة على تكوين فريق قوي. وأراكم في فيديو آخر إن شاء الله.